لو انت مهتم بموضوعات الرعب وقصصها فانت اكيد سمعت عن قصر البارون، ولو ما سمعتش عنه قبل كده فانت دلوقتي هتسمع عنه لأول مرة. فعايزك تركز معايا في كل كلمة هقولها، لان اللي اتقال عن القصر ده حاجات مش سهلة خالص. شوية ناس ساكنين جنب القصر قالوا ان احنا بنسمع اصوات غريبة بتطلع من القصر ده بالليل، بس ما نعرفش ايه مصدرها. وشوية ناس تانيين قالوا ان احنا شفنا القصر ده وهو بيولع حتة حتة في عز الليل. فيا ترى ايه السبب اللي يخلي القصر ده ملعون كده ويتقال عنه اساطير واقاويل كتير؟ فعشان نعرف ايه السبب لازم نجيب الموضوع من اوله خالص. صاحب القصر ده هو ادوارد لويس جوزيف، او ما يسمى البارون امبان. كان مهندس ورجل اعمال وممول مشاريع. اتولد امبان في بلجيكا في 20 سبتمبر سنة 1852، وابوه هو فرانسو جوليان امبان، وكان شغال مدرس، ووالدته هي كاثرين امبان. بدأ حياته المهنية رسام في شركة تعدين، وفي سنة 1878 قرر انه هيشتغل في بناء السكك الحديدية بعد ما لاحظ ان البنية التحتية للنقل في الريف متدهورة، وفعلا قدر ينجح في تطوير السكك الحديدية. وبعدين شركته توسعت وبدأ انه يطور سكك حديد في فرنسا. سنة 1881 بعد ما لاحظ انه بيعتمد على القروض من البنوك ولاحظ احتياجه الكبير للبنوك، قرر انه هيعمل بنك وسماه بنك امبان، واللي اتسمى بعدها البنك الصناعي البلجيكي. خلال تسعينات القرن ال19 توسعت شركات امبان وبقى ليها مشاريع في كل حته، ولانه لقى نفسه بيستخدم الكهرباء كتير في مشاريعه قرر انه يعمل شركات كهرباء ليه ولمشاريعه. في يناير 1904 قرر امبان انه ينزل مصر علشان يعمل خط سكه حديد يربط بين المنصوره والمطريه. وفي سنه 1905 اشترى امبان وشريكه بوغاص نوبار ابن نوبار باشا 2500 هكتار من الصحراء لبناء هليوبلس، واللي تخيلها امبان كمدينة فيها حدائق وجناين وسط الصحراء، وفعلا اتبنت على احسن طراز. وسط ما كان البارون قاعد شغال في مشاريعه ومركز مع مدينة هليوبلس، عجبته مصر بدرجة كبيرة جدا، وقرر انه يقضي حياته كلها فيها. ومش كده وبس، قرر كمان انه يدفن في مصر، فقرر انه يبني القصر اللي هيعيش فيه، وده هو الموضوع بتاعنا. بدأ بناء القصر سنة 1907 وتم افتتاحه سنة 1911 بحضور السلطان حسين كامل. تصميم القصر مستوحي من تصاميم معابد ودشة الهندوسية. التصميم ده للمهندس المعماري ألكسندر مارسيل. كان عرضه في معرض في باريس سنة 1900، ولما شافه امبان اشترى منه وسلمه لمهندسين إيطاليين وبلجيكيين. القصر كان فخم جدا، بس كان جواه حاجة غريبة وهي السبب في ده كله. الحاجة دي هي الأوضة الوردية أو غرفة المرايات. الأوضة دي اتعملت تحت القصر وكانت أوضة عادية، لكن الحيطان بتاعتها كلها مرايات. تقول لي عادي ما فيهاش حاجة، بس احب اقول لك ان الاوضه دي عملها البارون لنفسه، حرمها على اي حد. السبب هنا مجهول، بس طلع كلام من الخدم ان البارون كان بيدخل الاوضه دي ومش بيطلع منها الا بعد ساعات كتير، وقالوا كمان انه بيعمل طقوس تشبه طقوس عبدة الشيطان. اركن بقى الاوضه دي على جنب وخلينا اكلمك شويه عن الحاجات اللي حصلت في الافتتاح. الافتتاح ده كان مكلف جدا وكان فخم جدا، وحضره حسين كامل اللي هو سلطان مصر في الوقت ده. فطبعا حسين كامل اتضايق وقال ازاي ابقى انا سلطان مصر وما عنديش قصر زي ده. بعد ما خلص الافتتاح بدأ حسين كامل يبعت مراسيل للبارون ويقولوا له لو كنت عايز تبيع القصر ده فحسين كامل عايز يشتريه. فكان البارون رافض الفكرة خالص، فبدأت مضايقات تحصل للبارون ومن حسين كامل. قرر البارون انه ياخد اسرته ويرجع لبلده لحد ما تخلص المضايقات دي، وفعلا تعدي السنوات ووقت حكم السلطان يخلص، ويقرر البارون انه يرجع من لندن علشان يسكن في القصر بتاعه. وده يعتبر من اكبر الغلطات اللي عملها البارون. عنده بنت اسمها آن. البنت دي اتعرفت على واحده اسمها سيليفيا. البنت دي كانت السبب في اللي حصل لعيله البارون ده كله. بدايه التعارف سيليفيا ادت هديه لآن، وهي عباره عن سلسله محطوط فيها صليب، بس الصليب ده بالمقلوب، وده كان اول خطوه لهلاك عيله البارون بالكامل. بالفعل بعد ما آن لبست السلسله دي بدات حاجات غريبه تحصل من البنت. بدات حياتها تتحول، وبدا الخدم انهم يسمعوا البنت دي وهي بتقول كلمات مش مفهومه قبل ما تنام، وكل ما علاقتها بسيليفيا بتزيد التصرفات الغريبة بتزيد أكتر. بدأت بنت البارون إنها تجيب الكتب المقدسة وتقراها بالمقلوب، وده طقس من طقوس عبدة الشيطان. وبدأت كمان إنها تجيب صحابها وتجيب سيليفيا وينزلوا الغرفة الوردية اللي كان محرمها البارون لأي حد، وبدأ إنهم يعملوا طقوس عبدة الشيطان. ومن هنا بدأت الكوارث تحصل جوه القصر، ومنها إن في يوم من الأيام البارون كان بيفتح الأسانسير ويتفاجئ إن مراته مخنوقة وميتة جوه الأسانسير، والسبب هنا مجهول. وبرضه بعدها البارون يسمع صوت صريخ جاي من اوضه اخته، يطلع لها يلاقيها راميه نفسها من الشباك. الغريب انهم مش عارفين مين ورا الحاجات اللي بتحصل دي، مفيش حاجه معينه السبب في ده كله. ومش كده وبس، 6 عاملات من الشغالين في القصر بيموتوا واحده ورا واحده، والسبب هنا مجهول. الحاجات دي طبعا ناس هتصدقها وناس لا. انا عن نفسي مش بقول رايي، انا بنقل لكم اللي اتقال عن القصر ده، فهل فعلا مصدق ان كل ده حصل ولا لا؟
متنساش تكتب لي رأيك في الكومنتات، ولو عايزني اعمل لك حاجة عن فيديو معين اكتب لي في الكومنتات. وبس كده، سلام.